خلونا نعمل اسطمبة بسيطة جدا. هنعمل اسطمبة ازاي؟ هنقول بسم الله كده وهنبدأ نعمل مستطيل. المستطيل ده 45 سنتي في 20 سنتي. نبدأ نعمل المستطيل بتاعنا. هنبدأ نقيس في نص المستطيل اللي احنا عملناه. هنقيس نص ال 45 اللي هي هتطلع معانا 22 ونص من الناحية دي، وهنقيس النص من الناحية التانية اللي هي برضه 22 ونص. هنثبت المسطرة بتاعتنا كده وهنرسم خط على العلامتين دول، ولكن الخط هنكمله بره المستطيل بتاعنا مفيش مشاكل عادي يعني بالشكل ده. بعد كده على الخط اللي احنا عملناه ده هنبدأ نقيس كده 10 سنتي، والناحية التانية هنبدأ نقيس 10 سنتي نفس الحكاية، ونبدأ نوصل العلامة اللي احنا عملناها بتاع 10 سنتي تمام ببداية المستطيل من فوق. بعد كده هناخد اي شكل اصغر من المسطره بتاعتنا. المسطره بتاعتنا عريضه 5 سم، لكن دي حوالي 2 سم ونص مثلا، وهنثبت على الضلع كده نرسم خط. نروح ننقل على الضلع اللي بعده برضه هناخد خط. طيب بعد ما عملنا اول شكل يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين، الشكل اللي طلع معانا اللي هو الشكل الاصغر من الشكل الاساسي، هنعمل فيه برضه شكل اصغر تاني. بعد كده هناخد اخر شكل اللي هو اصغر شكل فيهم، ولكن هناخده بالمسطره العريضه. اخر شكل ده خليه بالمسطره العريضه، نخليه اكبر شكل فيهم يعني. بعد كده هنفرغ يا جماعه الشكل الكبير ده. هناخد الشكل الكبير اللي احنا عملناه وهنبدا من بدايه الحيطه بتاعتنا، وهنبدا نرسم الشكل اللي احنا عملناه بالقلم الاسود. واللي تحتها نفس الحكايه. الثانيه هنكمل كده. هنبدا نفرغ دي، هو الشكل الثاني اللي احنا رسمنا. احنا رسمين كذا شكل، هنبدا نفرغها علشان الصنبه تصغر معانا شويه. بعد ما الاسطمبه صغرت معانا هنوصلها كده في نص الاسطمبه الاساسيه. هنوصلها، هنلاحظ الخط ده ماشي مع ده ماشي مع ده كده، خلاص الاسطمبه بتاعتك مظبوطه متوصله. حلو. بعد كده هناخد قلم فلوماستر احمر. لو احنا اشتغلنا عملنا الخطوط الاساسيه الخارجيه بالاسود، لا المره دي هناخد فلوماستر احمر. والقلم طبعا ممكن تعمل بيه خط عريض وممكن تعمل بيه خط صغير. فهنيجي هنا كده فوق هناخد خط صغير، خلي القلم كده واقف على سن القلم، وتحت هناخد خط صغير نفس الحكايه. وهنيجي في الجنب بقى لا، هنخلي القلم ياخد خط عريض اعرض ما يمكن. تمام. في الجنب هناخد خط اعرض. شيل الصنبه يبان الكلام ده. هنا خطوط عريضه، هنا يا دوب خطوط رفيعه. بعد كده بعد ما عملنا الاحمر ده تمام، ده الظل، ده هنا الظل. خلونا نعمل اضاءه. هنعمل اضاءه بقلم ابيض دوكو. ده قلم ابيض دوكو او ميتاليك ماركر زي ما هو مكتوب عليه يعني. هنبدا ناخد الضلعين الباقيين اللي هم دول باللون الابيض بالشكل ده. طيب ممكن تعملهم بفرشاه صغيره، ما فيش عندك اي مشاكل الشكل ده. طيب ده شكل اول اسطمبه احنا عملناها تمام، اللي هي اكبر واحده. طبعا دي الاضاءه ودي الظل. اظن الحكايه واضحه يعني. عمل معانا هنا ظل وعمل هنا معانا اضاءه، عمل شكل 3 دي. طيب هنكمل يا جماعه. هنعمل ايه؟ هنقصر الاسطمبه كمان، هناخد منها واحده كمان. نبدا من هنا كده مثلا
نفس القلم الاحمر، وهنبدا نعمل نفس الخطوات تقريبا. هنوصل الاسطمبه بتاعتنا وهنبدا ناخد خط رفيع هنا بسن القلم من غير ما نضغط تقريبا، خط صغير تحت. وهنا بقى نريح القلم كده خالص ياخد راحته بحيث يرسم خط كبير. وبعد كده هنعمل الابيض بنفس الطريقه. وده الشكل يا جماعه بعد ما عملنا شكلين داخل الشكل الاساسي. تمام حلو. هنزود اخر شكل اللي هو اصغر شكل ده وهنشوف النتيجه اللي هتطلع معانا ان شاء الله. اتفضل معانا اخر واحده دي. اخر واحده دي يا جماعه مش هنعملها زي الباقيين، دي ليها معامله خاصه. هنعكسها. يعني ايه هنعكسها؟ يعني الظل ده الاحمر هنخليه الناحيه دي والاضاءه هنخليها الناحيه الثانيه. يعني هنشتغل كده. وهنبدا نعمل الاضاءه الاخيره. طيب ده كده الشكل النهائي. اظن مفيش يعني اسهل من كده ومفيش برضو اوفر من كده. لو حسبت لك التكلفه الاجماليه هتحتاج قلم احمر قلم اسود، الاثنين دول بحوالي 12 جنيه. تمام. هتحتاج برضو القلم الابيض الدوكو بحوالي 20 جنيه. فانت مش هتتخطى ال 50 جنيه في كل الاحوال كتكلفه ان انت تعمل ديكور 3 دي يشبه الى حد كبير ورق الحائط. وممكن اللي يدخلوا هيستغرب ان انت عملت الديكور ده بالاقلام. لو عجبكم يا جماعه الفيديو عملنا لايك وعملنا شير. لو ما اشتركتش في القناه اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس. لو بتشوفونا مع الفيسبوك اعملوا لايك للصفحه، اعملوا لايك للفيديو. اشوف حضراتكم على خير ان شاء الله في دروس قادمه افكار قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.